نسأل الله أن يعطي لنا ولكم الخير والعافية والستر والسلامة، وين يزوج كل شباب، وينجب إن شاء الله الذي ما معه طفل ربي إن شاء الله يعطي له طفل. شوف الطفل اليمني، هذه النشامة اليمنية، طفل يمني لابس هذه الجهاز كما ترونها، هذه تعتبر جنبية، اسمها جنبية صح، هذه حق القدامى حق آبائنا وأجدادنا. شوف الطفل اليمني، شوفوا لابس جنبيه، وكذلك لابس الكت هذا يعني، وكأنه ما شاء الله سارح ضيوف، على ما تعلمون انها ضيوف. وما شاء الله نسأل الله ان يعطي لنا ولكم الخير والعافية، وان يعطي لكل ذي يريد طفل، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعطي لهم طفل. الله معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاحباب، ايها الاخوة، ايها الشيوخ، قلبنا بالولعة كغمش اكتسر. نسأل الله أن يعطي لنا لكم الخير والعافية والبركة والشفاء والسلامة. تعرفوا ما هو ذين؟ هذا هذه المدعاة كما يسمونها القدامى، وهذا القصبة. هذه أخطر مما تتوقع، خطيرة جدا 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 جدا. أنا أنصح الأسر وأنصح الكبار الشيوخ مثل الآباء والأمهات ولا كبير السن إلا يتعامل مع هذا الشيء. هذا طبعا هذا يسمونه بوري، ما بينه تتن. هذا التتن أخطر مما يتوقع الإنسان. هذا الدخان مسبب لمرض القلب، مسبب لمرض الرئتان، مسبب للحياة حق جسمه. جرب اطلع اي جبل ولا تناهد، هذا من كثر ما هذا الشيء كما تسمونه، هذه المدعاة والقصبة أخطر مما توقعونه. أيها الشيوخ، أيها الآباء، أيها الأمهات، أنا أنصح بإلا تستخدموا هذا الشيء أبدا أبدا أبدا، لأنه مضرة على صحتك وعلى صحة الأسرة. نسأل الله أن يعطي لنا ولكم الخير والعافية والشفاء من عند الله والبركة. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليش بعض الناس لما يتقعم القعام هذا حقنا ليش عاد يصدرنا صوت؟ ليش عاد يصدر هذا الصوت؟ حيوان هو ولا ما هو؟ ليش هذا التقاع ويقع ويغطي باليد هذه، بمجرد ما يفتح فمه ليش عاد حيوان هو يصيح ولا ما هو؟ نسأل الله أن يعطينا لكم العقل والتفكير. الله معكم.